اوعدك لو التزمتي بالخطوه دي كل يوم لمده شهر هتيجي تشكريني بعدها من النتيجه اللي هتشوفيها. اخر شهرين 3 بدات التزم بترطيب الجسم وشفت نتيجه حلوه جدا في كذا حاجه هقول لكم عليها دلوقتي. اول حاجه شكل الجلد بتاع جسمكم بيكون احسن. عارفين كده لما الجلد بيكون جاف بيبقى فيه خطوط وشكله ضلق ومش حلو؟ الترطيب بقى بيخلي شكل الجلد احلى، بيخلي شكل جلدكم جلوي وبيلمع ومور هيلثي. تاني حاجه الترطيب بيحسن ملمس الجلد جدا، بيخلي ملمس جلدكم انعم. البامس الصغيره اللي بتطلع دي بتقل قوي، الشعر تحت الجلد بيقل قوي، جلد الوز ده بيقل قوي. تالت حاجه الغمقان اللي في جسمنا بسبب الاحتكاك او بسبب ان الجلد سميك في المناطق دي زي اكواع الركب ما بين الرجلين. المناطق دي لما بتترطب بشكل يومي بتشوفوا تفتيح، لان كل اللي محتاجاه المناطق دي مينلي هو الترطيب. عشان ترطبوا بقى جلدكم كل يوم وتشوفوا كل الحاجات دي محتاجين تستخدموا حاجه تخليكم تعرفوا تلتزموا عليها. فانا بميل بالذات في الصيف للبادي لوشنز الخفيفه اللي امتصاصها بيكون سريع، واكتر اتنين كنت بستخدمهم الفتره الاخيره شان بادي ميلك وفازلين البادي لوشن اللي هو ده. انا حبيت شان بادي ميلك اكتر، الاتنين بيمتصوا بسرعه، الاتنين خفاف مناسبين للاستعمال اليومي وبقدر استخدمهم بعد الشيفنج، ولكن الفرق بينهم في سرعه الامتصاص وشويه الترطيب او الفعاليه. فازلين ده لما باجي احطه على جلدي شويه بياخد وقت في الامتصاص وبيبقى فيه سيكه ملمس دهني. انا كان بالنسبه لي دي حاجه ممكن تخليني اتوقع منه انه يقعد ترطيبه لفتره اطول، بس هو ترطيبه مش بيقعد فتره اطول من شان بادي ميلك ولا حاجه. شان بقى على العكس لما بحطه على جلدي بيمتص في ثواني. حته سرعه الامتصاص دي فارقه معايا قوي علشان تشجعني ان انا استخدمه كل يوم، مش هاخد وقت كبير في الابلكيشن وان انا استنى جلدي على ما يشربه كده. بس كده قولوا لي في الكومنتس مين اكتر بادي لوشن بتحبوا تستعملوه مواظبين عليه.